السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات. مجموعة نارية للنادي الأهلي في دوري الأبطال تضم كل من سان داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. مارسيل كولر بعد الفوز على الاتحاد السكندري قدمنا مباراة سيئة وغاب التركيز في بعض الفترات، والذي تسبب في احتساب ضربتي جزاء على الفريق. وتحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطلبتهم بالتركيز، ولكن التعليمات لم يتم تنفيذها. وأشكر الشناوي على التصدي لضربة الجزاء الأولى. وسيكون هناك جلسة مع اللاعبين لمشاهدة المباراة وتصحيح الأخطاء والتحضير للمباراة المقبلة أمام فيوتشار. نحن نتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خصوصا في الهجوم، ومن المهم أن يكون المهاجمون في حالة فنية وذهنية جيدة، ويجب أن نحضر الفريق بشكل جيد في دوري أبطال أفريقيا بعد دراسة الفرق المنافسة في مجموعة الأهلي. كل ما يقال في الإعلام عن الصفقات وطلب رحيل بعض اللاعبين من النادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق، وليس لدي أي تصريحات ولا لقاءات صحفية باستثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وإذا أردت الحديث مع أي لاعب سأجتمع به منفردا، وسيكون الحديث بيني وبينه فقط. بيرسي تاو تعرض لشد في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب للأشعة لحسم موقفه من مباراة الأهلي أمام فيوتشر القادمة. ظهور جيد لحسين الشحات في مباراة الاتحاد رغم مشاركته في 10 دقائق فقط في نهاية المباراة. أحمد شوبير أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي داخل في مفاوضات مع لاعبين 2 من قارة أفريقيا صغار وتحت السن، واحد مواليد 2001 والثاني مواليد 2003، وفي حال نجاح الصفقة سيقوم بقيدهما في قائمة الفريق تحت السن. سيراميكا كليوباترا طلب استعارة مصطفى سعد من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمة، وهناك اتجاه في الأهلي لقبول العرض في حالة موافقة مارسيل كولر بدلا من جلوس اللاعب على دكة البدلاء. والأقرب إلى الآن هي موافقة المدير الفني، خصوصا بأن اللاعب لا يشارك أساسيا، علاوة على وجود أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن. علي معلول يعادل رقم عبد الله السعيد في صناعة الأهداف في النادي الأهلي برصيد 67 هدف. كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام حكم مباراة غزل المحلة والأهلي سمح باستمرار اللعب في هذه اللقطة، وحكم الفيديو اعتبر أنها ليست مخالفة بطاقة حمراء. أعتقد أن الحكم كان يجب عليه إعطاء ركلة حرة للأهلي وطرد لاعب المحلة، لأن هذا الاحتكاك يعرض سلامة اللاعب للخطر ويتسبب في إصابات خطيرة. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تم تغريم البرتغالي جيسواردو فيريرا المدير الفني للزمالك 20,000 جنيه بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز، وغرامة مالية على نادي غزل المحلة بقيمة 20,000 جنيه بسبب السباب الجماعي خلال مواجهة الأهلي بالدوري. تغريم المحلة مصحوب بإنذار غياب الجماهير عن المدرجات حال تكرار الأمر مرة أخرى. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمصري البورسعيدي خلفا لإيهاب جلال. الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، وعلى رأس المجموعة الترجي التونسي في التصنيف الأول، والزمالك وشباب بوليسداد والمريخ السوداني. وتواجد بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة في كأس الكونفدرالية برفقة الجيش الملكي المغربي وكارا التوغولي. المباراة الأولى لنصف نهائي المونديال الأرجنتين وكرواتيا الساعة 9 مساء على بين سبورت المفتوحة. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.